حالة لو بتسأل أنا مين وبعمل إيه، فالإجابة هي إن أنا راجل بحب الكتابة جدا. هي شغفي في الحياة من وأنا صغير. بحب الكتابة، بحب القراية، بحب السينما، بحب الروايات، بحب الكتب. دي شغفي في الحياة، دي الحاجة اللي أنا لما بعملها ببقى مستمتع أصلا. فلغاية سنين قريبة ما كنتش أعرف إن أنا ينفع أحول الشغف ده لشغل، وان الشغل ده يبقى مصدر دخل ليا ويبقى هو ده الكارير بتاعي. وعشان كده انا جاي اساعدك ازاي تحول شغفك بالكتابة ان هي تكون شغلك، وان هي تكون مصدر دخلك الاساسي، وانك انت تكون بتعمل شغلك ده وانت كمان مستمتع. فدي حاجة اعتقد معادلة صعبة ان الواحد يكون شغال شغلانة بيحبها ويبقى بيتعلم فيها وبيتحسن فيها كل يوم ويبقى مستمتع وهو بيشتغل، مش متضايق، مش مخنوق، مش حاسس ان هو بيعمل حاجة هو مش بيحبها. هو ده اللي انا جاي اساعدك ازاي توصل له، وده باني هشاركك الطريق اللي انا مشيت فيه، المهارات اللي اتعلمتها، الكورسات اللي انا درستها. وانا بدات حياتي ككاتب محترف سنه 2017 لما اشتغلت ببرنامج البلاتو مع استاذ احمد امين. اشتغلت بالموهبه بس ما كنتش اتعلمت اي حاجه، وحصلت كذا تصفيه، كان ناس كتير مقدمه وانا كنت من ضمن الناس دي، وفي الاخر اتقبلت واشتغلت في ورشه البرنامج. اتعلمت طبعا من استاذ احمد امين ومن استاذ حسين نياز الهيد رايتر ومن زمايلي في الورشه. بس برضو بعد ما خلصت لقيت نفسي ان انا حاسس ان انا لسه ناقصني كتير، ناقصني ان انا اتعلم حاجات كتير. فبدات اخد كورسات كتير واخد ورش كتابه كتير واشتغل واجرب واعمل. بس وصلت لمرحله ان انا اللي متعلمه حسيت ان هو بقى كتير قوي، لدرجه ان انا حاسس او خايف ان انا انساه، او ان هو ما يبقاش حاضر في ذهني طول الوقت زي في الاول مثلا لما كانت الحاجات قليله. فده وصلني لحته ان انا ممكن لما اشارك المعلومات ديت مع حد، او اشارك اللي انا بتعلمه او اللي لسه هتعلمه او اللي اتعلمته زمان، كل ما بشاركه مع حد، لو قعدت اتكلمت مع حد في الموضوع او في اي حاجه ليها علاقه بالكتابه، بلاقي ان انا بتعلم اكتر من شرحي. يعني الواحد بيحس ان هو بتعلم منه وانا بشرح الحاجه، وبتثبت في دماغي اكتر، لان استحاله حد هيعرف يشرح حاجه وهو مش فاهمها، وده بيخلي الحاجه تثبت في دماغك اكتر. فانا شايف ان انا ممكن اشرح ده من خلال الفيديوهات معاكم، وان انا اتكلم فيها معاكم اذا كنت دلوقتي او لايف او ايا كان. وممكن ده مع المستقبل يخليني اتحسن كمان، وفي نفس الوقت انت تستفيد، ان انا ممكن الهمك، ان انا ممكن اساعدك، ان انا اقدر اديك معلومه ممكن ما تكونش ظاهره قدامك، اعرفك طرق كورسات، اعرفك كتب، اعرفك اي حاجه انا اتعلمت من خلالها، فانك انت تقدر تمشي في نفس الطريق. ان برضو لو في الاخر خالص ما الهمتش غير شخص واحد، او ما استفدش مني غير شخص واحد بس، فده هيبقى كافي واكتر من كافي بالنسبه لي، ان انا احس ان انا كنت ساعدت في ان انا احمس حد، ان انا اشجع حد، ان انا اخلي حد يبدأ كارير هو عنده موهبة فيه بس مش عارف الخطوات، او مش عارف يبدأ ازاي او يروح فين ويجي منين، زي انا زمان وزي ناس كتير. الفكرة كلها ان انا خدت وقت كتير عشان اتعلم، محدش قال لي امشي ازاي، محدش قال لي الطريقة، محدش قال لي اعمل ايه. انا هنا بقى جاي اقول لك تعمل ايه، جاي الطريق عامل ازاي، ايه اللي ما تعمله وايه اللي ما تعملوش، من خلال اسالني اقول لي اعمل ايه، انا قدامي كذا ولا كذا، اخد كورسات كذا ولا كذا، انا بحب كذا، اعمل ايه فيه ايه. انا خدت كورسات في السيناريو، في الكتابه، كتابه المحتوى، في كتابه الاعلانات، في كتابه الكوميديا، خدت في التسويق عشان اعرف اسوق حتى خدماتي، ان انا اقدر ابيع انا بقدم خدمه في الاول وفي الاخر، مش عارف اقدم الخدمه دي وانا مش فاهم تسويق اصلا. فده فتح دماغي على حاجات كتير، ولقيت ان اي كاتب محتاج ان هو يدرس تسويق عشان يعرف يسوق موهبته. في ناس بتبقى عندها موهبه جباره بس هو مش عارف يسوقها. فانا هنا عشان اساعدك ايه الخطوات اللي ممكن تمشيها، وايه الحاجات اللي ممكن تعملها، وازاي تقدر تبقى احسن طول الوقت، وازاي تشتغل على نفسك احسن، تبقى احسن طول الوقت. فانا هنا عشان اساعدك وعشان اقولك على الطريق، عشان لو عندك افكار عايز تحولها لورق ملموس، ورق مكتوب، اقول لك الطريق ازاي، اقول لك تعمل ايه، اقدر اساعدك ازاي. عايز تتعلم مني حاجة بشكل عام زي ما احنا بنتعامل كده، او عن طريق دي ام، عن طريق كومنتات، عايز حاجة برايفت بيني وما بينك، ايا كان الطريقة اللي انت عايز تستفيد مني بيها، وانا مش هتأخر على اي حد في اي حاجة. شوفوا اقدر اساعد ازاي، هساعد. وفي نفس الوقت انتوا هتساعدوني بان انا لما اشرح المعلومة واحس ان في تفاعل عليها، واحس ان الناس مهتمة، فانا هبدا اشارك اكتر، هبدا اقول اكتر، في ان انا برضو هستفيد ان المعلومه تثبت عندي، وان انا اقدر استخدمها في شغلي. هشرح لكم يعني في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هجيب شغل انا عملته قبل كده، سكريبتات مثلا كوميديه او سكتشات او ايا كان، اقول لكم عليها، وبعدين ممكن نشرحها كتبتها ازاي، الخطوات اللي انا مشيتها خطوه خطوه، وبس كده. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك وبص على بقيه الفيديوهات،
ممكن تلاقي حاجه تنفعك، عايزك تبقى موجود معايا على طول. اي حاجه تيجي في دماغك ليها علاقه بالكتابه ابعتها لي ونتناقش فيها مع بعض. وبس كده، اتمنى ان احنا نكون مفيدين لبعض، وان احنا نساعد بعض ونسبورت بعض، ان احنا نبقى احسن ونبقى كتاب احسن، نبقى شاطرين اكتر، نتعلم اكتر، وما نعتمدش بس على الموهبة ونعتمد على الاجتهاد. وبس كده، اشوفكم الفيديوهات الجاية ان شاء الله. سلام.